عبد الرحمن الشويخ واحد من اللي حاطين يعني دماغهم قوي في كلمة الاقتصاديات كرة القدم والتطور اللي فيها. صباح الخير يا أستاذ عبد الرحمن. صباح الخير يا كابتن، رمضان كريم دايما ودايما متألق ومستمتعين بحضرتك. حبيبي ايه اللي بيحصل؟ انت مقدم تقرير يعني حسني قدمهولي عن مثلا صناعة محمد صلاح وتأثيره وتركيبته والاقتصاديات اللي حوالين محمد صلاح، وبعيدا نفضل نقول الله اكبر ونخمس خمسه وخميسه وما تقولش الارقام قوي وتاني وتالت ورابع. عندنا حسات كتير قوي، ناس عايشه تحسد اساس. ده في ناس شغلتهم يحسدوا بالمناسبه. تصدق يا عبد الرحمن في ناس عايشه وسطينا كل ما تشتغل ولا تتعب ولا بتاع قاعدين بس يقول يا عم دخلك ايه ومعاك ايه بيحقدوا اكتر ما بيحسدوا يا كابتن. يعني اللفظ حاقد دي لفظ فتاك للانسانيه. لا ما هو ده للاسف الشديد يعني. طيب. هم الناس مش بتركز على النتيجة اللي انت وصلت لها، ما بتركزش انت عملت ايه علشان توصل للنتيجة دي. يا سلام عليك. انا بس عايزك بالراحة على صلاح، واحنا بنقولها عشان اللي حوالينا المنافسين اللي عينيهم لازم نخمس في وشهم كتير، الناس الحاقدين كتير. اتكلم على وجهة نظرك في موضوع مثلا صلاح واقتصادياته والمنطقة، ان مثلا في بلاد بقى جزء من اقتصادها الضرايب اللي بيقع عليها، اللي بتقع على اللاعبين المحترفين في اوروبا زي البرازيل. اتفضل. هو مبدئيا موضوع الضرايب علشان برضو نوضحه للناس، احنا داخليا في ضرايب على اللعيبة وفي رسوم. الرسوم اقرتها الدولة من فترة، من حوالي سنة ونص او سنتين، حاجة اقل من ده، انه كل لاعب بتقدر قيم رسوم وفقا لعقده. لو عدى 10 مليون ففي رسوم للدولة 10% منها، أقل بتبقى بنسب من 1 لحد 10. ده جزء. في الضرائب هي معروفة على كل عقد في حوالي 20 ل 22% ضرائب، ده داخليا موجود. الفكرة ان الأندية الالتزام في موضوع دفع الضرائب خارجيا عندنا شوية. خارجيا يعني عندنا اللعيبة بتدفع خارجيا لا يا كابتن. لا. خارجيا لا. أوكي. علشان برضو نبقى واضحين في النقطة دي. يعني بص خارجيا لا، وعندك البرازيل جزء من اقتصادها اللعيبة اللي بتحترف في أوروبا. بص الفكر وبص الفكر. مش عايزين اللعيبة يعني مش بنضايق اللعيبة، لكن احنا بنقول ان انت لعبت هنا واتمرنت هنا حياتك كلها واتعلمت هنا ببلاش. ما هو التعليم عندك ببلاش. صحيح. هو فانت بتتكون هنا، ولما تخرج بره ما تدفعش حاجة، واللي يقعد هنا يدفع. ما هو اديني عقلك. ده من ضمن الحاجات يعني اللي احنا في حاجة. احنا مثلا السنة اللي فاتت في 2022 الأندية المصرية دخلها كان حوالي 11 مليون دولار، اكتر حاجة بسيطة 11.2 أو 3 مليون دولار من بيع اللاعبين للخارج. الرقم ده رقم كويس كنا فاقدينه في السنين اللي فاتت. طبعا الدور الرئيسي كان في ان الزمالك جاله المبلغ المتبقي من بيع مصطفى محمد. مظبوط. وباع بعد كده امام عاشور في 2023. اوكي. احنا لكن في مصطفى فتحي راح التعاون السعودي اللي ما كملتش، كان ب1 مليون دولار المفروض. في كذا حالة بيع، وبعض اللعيبة اللي خرجت، فده كان رقم كويس للأندية استفادت بيه، والمفروض انه فك أزمة مالية كبيرة للأندية. لكن يعني ان انت المعدل المال ده تنفقه بالشكل المطلوب، هي دي القضية. لكن ده مش موضوعنا. احنا خلينا نتكلم في موضوع الدول بتستفيد ازاي من فكرة انه اقتصادها مبني على وجود عدد كبير جدا من المحترفين في الخارج. كرة القدم زي ما حضرتك بتقول اقتصاد، ما بقتش الكلام اللي فكرة ان هي مجرد ترفيه او كذا. لا، اللعيب في عقود اللاعبين حاصل فيها ارتفاع كبير جدا، سواء في عملية بيع العقود او الرواتب. لو هنتكلم في الرواتب بالنسبة لمحمد صلاح مثلا، الراتب الحالي لمحمد صلاح 373,000 جنيه استرليني أسبوعيا. غير الموضوع.
بالراحه رقم يعني من اعلى الرواتب اللي في انجلترا، رابع اعلى راتب في الدوري الانجليزي بعد كيفن دي بروين وبعد هالاند مثلا على سبيل المثال يا كابتن. لا هالاند ده ولا الحسد بيخبط فيه ويأثر فيه. ما احنا هنقول حاجه يعني ايه علشان نوري الانديه ازاي تحتفظ بالنجم الكبير بتاعك. هالاند الراتب بتاعه 402,000 جنيه استرليني، يعني اقل من كيفن دي بروين بحوالي 23,000 استرليني اسبوعيا. لكن هالاند اسبوعيا بياخد كام بعد ما اضافه البونص والمكافآت المضمونه؟ يعني هو عامل له مكافآت لكنها مضمونه، يعني مجرد المشاركه، مجرد التسجيل، مجرد كذا، بيوصل اسبوعيا ل 865,000 جنيه استرليني. اسبوعيا لكام؟ اسبوعيا. لا اقفل الحلقه شويه كده، انت بوظت اليوم كله بجد يا شويه. يعني دي ارقام ما تتقالش في ودان مستمعينا. هو ما قالوش انت هتاخد المبلغ ده على طول، لكن اداله حوافز علشان يوصل للمبلغ ده. انا عايز بس عشان خلي بالك الاذان داخل علينا، فعايزك تدينا بريف ان انا عايز ابتدي بيك الحلقه الجايه في الموضوع ده بشكل متكامل، لان الموضوع شيق وجميل ومهم قوي في كلمه صناعه. في احنا المنطقه دي بنشوفها بهزار مع ان هي منطقه منتهى الجد. يعني الامور زي ما في كل مره كابتن نتكلم ان احنا محتاجين نشوف العالم بيعمل ايه ونعمل زيه، وهنستفيد من مصدر دخل قوي جدا ومن دخل كبير جدا هيفيد البلد، ونقدر نفتح من بدري. الولاد الصغيرين يطلعوا يسافروا بدري علشان يوصلوا لمناطق محمد صلاح. ما ينفعش اللعيب عنده 25 سنه ولا 26 سنه يبدا مسيره احترافيه في اوروبا. لو انت عايز تطلع لعيبه تصدرها لاوروبا، ابدا من 18 19 و20 سنه. اللعيب يتاسس يبقى كويس، تغير عقليته، يقدر يكمل في اوروبا، يجيب لك عوائد، انت تفرض رسوم او ضرائب او حاجات معينه تعود للدوله من ده. ده باختصار الخلاصه في الموضوع ده. لو احنا حابين نعمل حاجه، الموضوع ده هفتحه تاني الحلقه الجايه معاك بشكل موسع. عجبني قوي دماغك وتفكيرك فيها، برافو عليك، بهنيك. ومهم قوي ان احنا نتناقش في منطقه كلمه صناعه كره القدم. الاستاذ الكبير يعني عبد الرحمن الشويخ، بشكرك على الحوار الجميل، بشكرك. ده كان حلقتنا النهارده. طارت جريت محمد فضل بيسخن ونازل، وانتوا عارفين فضل كله طاقه كده وشخص ايجابي جدا، يعني دايما بيحضر لحلقاته بشكل مميز بصراحه. بنتمنى له كل توفيق وبنستمتع بحلقاته. دي كانت حلقتنا النهارده. لمسنا في حاجات كتير قوي مهمه، اتكلمنا على حاجات كتيره قوي مهمه. لسه مكملين رحلتنا ان احنا بندور ازاي نلاقي بدايه حقيقيه نقدر نبني عليها مستقبل كرة القدم في مصر. يومكم خير، يومكم سعيد، صباحكم زي الياسمين. أيمن يونس.